أول ما تسمع الجملة دي ركز. لو لقيت نفسك واقف والليل حواليك وبصيت تحت رجليك وما لقيتش ليك ظل، اهرب. أنا اشتغلت في مسح الطرق الصحراوية سنين طويلة. شغلي كله كان في أماكن فاضية، لا صوت ولا نور ولا بشر. وفي يوم جالي تكليف أروح منطقة جديدة في عمق الصحراء. قالوا لي مجرد قياسات وتمشي، محدش قال لي إن المكان ده ممنوع حد يشغل فيه نور بالليل. وصلت قبل المغرب بشوية، هدوء يخوف، حتى الريح كانت واقفة. وبالليل طلعت أكمل الشغل على ضوء كشاف صغير، وبينما أنا ماشي لاحظت حاجة غريبة جدا. الكشاف ليه ظل على الأرض، بس أنا لأ، مفيش. وقفت، لفيت الكشاف حوالين جسمي، أي حاجة تنور عليها تعمل ظل إلا أنا. وقتها سمعت صوت حد بيتنفس ورايا، مش نفس إنسان، نفس كبير تقيل قريب قوي من ودني. لفيت بسرعة، مفيش حد. رجعت أمشي أسرع، لقيت أثر أقدام بيظهر في الرمل ورايا، مش بتاعتي. وأثر الأقدام كان بيتحرك أسرع، كأنه بيلحقني. قلبي بيدق، الجهاز اللي في إيدي بدأ يطلع أصوات غريبة، كأن في حد بيهمس جواه. فجأة ظهر قدامي رجل لابس لبس قديم جدا متقطع، وشه مش واضح، كأنه دخان متجسد. قال لي بهدوء مخيف: ما ينفعش يكون لك ظل هنا، المكان ده مش لك. قلت له بصوت مرعوب: مين انت؟ ابتسم، والابتسامة كانت عريضة زيادة عن اللزوم، وقال: احنا اللي كانوا هنا قبلكم. وبصيت حوالي، لقيت ناس كتير واقفين من غير ظل، صامتين، عيونهم سودة فاضية، محاوطني من كل ناحية. رجلي اتجلدت، مش قادر اتحرك. وفجأة السما اسودت أكتر، والنور بتاع الكشاف بقى ضعيف وبيطفي لوحده. الرجل قرب مني وقال: اللي يدخل هنا لازم يسيب حاجة وراه. قلت وأنا مرعوب: أسيب إيه؟ قرب أكتر وقال همسا: ظلك. وحسيت جسمي خف، لا بقيت حاسس بالأرض ولا تقلي. وبعد لحظة لقيت ظل بيمشي بعيد عني لوحده، والناس من غير ظل مشيت وراه. أنا رجعت البيت، بس من اليوم ده أنا ما بقاش ليا ظل. والأغرب، كل ما أقف تحت نور ألاقي ظل واقف بعيد بيبص عليا وبيقرب يوم بعد يوم، ولما يوصل أنا عارف إني هبقى زيهم.